Buongiorno يا بلدي. بونجورنو يا بلدي. بونجورنو توتي. بونجورنو يا بلدي. أهلا وسهلا فيكم بمطعمي. متواجد ببيازا سان كارلو 12 كاستل أركواتو، إيميليا رومانيا، إيطاليا. كاستل أركواتو هي مدينتي الجميلة اللي احتضنتني وفتحت لي إيديها. اليوم ما راح أحكي لكم عن الطبخ، اليوم راح أحكي لكم عن الحب. إيه مثل ما سمعتوا عن الحب. هلأ راح روح غير ثياب الشغل وراح روح نعمل أجمل جولة. جاهزين؟ روحوا لنعمل جولة. مثل ما انكم شايفين هيدا مدخل القلعة لكاستل أركواتو. أنا بالماضي قدمت لكم فيديو حكيت لكم عن هيدي القلعة، من أكثر القلاع شهرة بإيطاليا ومن أجملهم. أنا اخترت هذه المنطقة لأني بحب كتير المناطق الأثرية وبحب كتير التاريخ. شفتوا الجمال؟ هذه من أجمل مناطق إيطاليا بإيميليا رومانيا. الكاستيلو أو القلعة اسمها كاستل أركواتو. هلأ راح نروح باتجاه القلعة نعمل جولة. هذه ساحة القلعة. البلدية. هذه هي القلعة. هلا وصلنا لحديقة القلعة. شفتوا لي على هالجمال، على هالرواق. اليوم الطقس شوي مغيمة ولكن الأجواء كتير حلوة. شوفوا لي على المناظر. شفتوا لي على هالجمال. الحقيقة وقت اللي بحكي عن إيطاليا بيخطر ببالي الحب، ولما بدق قلبي فورا أحاسيسي بتاخدني لمكان كتير بعيد. لأول دقة لدقات قلبي هو وطني الأم سوريا. بتمنى بهاللحظات الحقيقة ارجع زورها بعد غياب طويل. وقت اللي كنا صغار كانوا يعلمونا انه الامنيات الصادقة بتتحقق مجرد الواحد يفكر فيها، وحبيت الفكرة كتير وحابب جربها معكم، ورح غمض عيوني ولشوف اذا بتتحقق امنيتي. ماني مصدق اني بنص الشام بعد غياب طويل. هلأ راح كون معكم لنعمل جولة بالشام، لأنه الشام مرآة لروح كل البشرية. بونجورنو يا بلدي. مثل ما انكم شايفين وراي السيف الدمشقي، دار الأوبرا، وعلى الأكيد جبل قاسيون. أوبرا دمشق، عراقة الماضي وإشراقة الحاضر.
جسر الرئيس، المتحف الوطني، من أجمل الأماكن التاريخية والسياحية مبنى وزارة السياحة. واو. Buonissima. شكراً. هون بدها تطلع العروس من هون.
اهلا يا كيف صحتك؟ الحمد لله. كيف أنا شيف يعقوب، يا هلا. عايش بإيطاليا من 26 سنة، وبيشرفني كثير إني أكون هلأ قدامك لحتى بس سلم عليك وأعطيك حضنة. حبيبي بونجورنو يا بلدي. شو بحكي طلياني منيح. كثير منيح، يسعد لي ربك. أعطيني حضنة يخلينا إياك، يطولنا بعمرك. حبيبي بتجنن. يا هلا وسهلا. بيشرفني كثير اللقاء بحضرتك. رح نبدأ جولتنا لليوم الثاني من أمام قلعة دمشق. اوكي. عندي مالك عندي براء. الله يعطيك العافية. هلا. كيف صح؟ شلونك؟ هلا يا حبيبي. هلا عمي. يا عمي شلونك؟ كيفك؟ الحمد لله. والله كيف قهوتك طيبة؟ والله على الشوارب. شو قهوة عربية؟ قهوة عربية بالهيل، طعمة الهيل. ذوقنا. شو قهوة؟ شو قهوة؟ قولي هالدمعة. شكرا شكرا. عربية على كيف. حاتم طيب معك ابو خالد. اهلا بك. هلا. يا هلا عمي ابو حاتم. هلا هلا هلا. مين عم ابو حمزه نصوره مع الشباب هو هيك تمام، وبعدين نحن بدنا نطلب طلبنا. معرض بالعالم بيصير اسمه سيجب. شو رأيك بالفكرة؟ ادعيكم. وين صار الصندوق ذكرتك؟ بونجورنو يا بلدي.
اسمها باستوريزاتوري، بتشتغلوا بالحليب طبعا بتضيفوا عليها كل الخلطه تبعيتكم، كل شيء من السكريات لل سحلب ومسكه عربيه وفانيليا طبعا درجه الغليان 90. بتشتغلوا على حراره 90. ما بتفصل المكنه لحالها لحتى تصير درجه حراره 90. 90 انتم لانه الحليب بتجيبوه تازه بقى نحن بالضبط. هذا تبريد عادي، تبريد مو تجميد، تبريد عادي. تبريد عادي وحفظ. حفظ هذا بضل مع الدوران مع المواسير الحاص بيجي تبريد نظامي هذا. اوكي. هاي المرحله الاولى بالتبريد، بعدين مرحله التبريد الثانيه هي على مكنات عاديه، بعدين على الخفق. يعطيكم العافيه. هذا شيء خاص فيكم هذا التصنيع؟ كله هذا خاص فينا. الحاج تبعنا بضل هيك وبدنا نضلنا هيك احنا. وعافارهم عليكم برافي. الله يطول بعمرك يا عمي، والله العظيم شيء بيشرف الاسم بقداش بسوريا. بعد الطبخ ضلوا شيء 3 ساعات على التبريد، برد على مهله اوكي. نفس الطعمه بتفرق التبريد بيكون بارد. خلال الستينات كنت متوقع من هالعمر. لا هي موجوده. هي قبل ما اخلق هي موجوده. قديش الكميه هلا عم تسوي تقريبا؟ شيء 20 كيلو. شيء 20 كيلو. 22 كيلو. ابرد بالقليله بدرجتين او 3. تماما. هي تبع لا كثير هيك. شكرا كثير للاستضافه، يطول بعمرك. شكرا عمي، شكرا، يطول بعمرك. شباب يعطيكم الف عافيه. كريم تفضل. كريم اهلا وسهلا. طيب انا شرفت كثير معك. شكرا لك، يعطيكم العافيه شباب. لك والله بتجننوا يا ما شاء الله. لك بونجورنو، بتعرفني؟ لك يا هلا، كيفك؟ كيف صحة؟ هلا الحمد لله بخير. تفضلوا. والله بتشرف. وين انت هون؟ هون هيك تابعك على الايطالي على الايطالي. طيب اذا بحاجة اي شيء اكتب لي. طيب تفضلوا. كفي شكرا. معي بس اليوم تصوير. شكرا.